أقصي المنتخب الوطني من كأس أفريقيا أمام منتخب موريتانيا في اللقاء الذي جري بملعب السلام ببواكي الإيفوارية في سيناريو غير متوقع. وانهزم الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه أمام منتخب المرابطون بهدف مقابل 0 بهدف محمد دلاهي يالي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول. ورغم أن المنافس لم يكن بقيمة المنتخبات الكبيرة، إلا أن الكتيبة الوطنية فشلت في خطف الفوز والتأهل إلى الدور الثاني. كما أعاد جمال بلماضي سيناريو الإقصاء بمدينة دوالا الكاميرونية التي عاد منها المحاربون أدراجهم في الدور الأول. وكان رياض محرز ورفقائه قد تعادلوا في لقاء الافتتاح أمام أنغولا والثاني أمام بوركينا فاسو.